الف مبروك، منتخب مصر صعد افريقيا 2024. انا عارف ان الخبر عادي جدا، يعني ما فيهوش فيه اي حوار يعني، ولا فرحه كبيره ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس انت ممكن تكون واحد من الجمهور اللي ما يعرفش اصلا ان مصر كانت بتلاعب غينيا النهارده في تصفيات كاس افريقيا، الا لو انت واحد من جمهور الاهلي، اهلي عظيم يعني، اللي عارف ان نص فرقته قاعده هناك دلوقتي، فهو كان فاهم ان ليه النص ده ما رجعش عشان في ماتش منتخب مصر. انت كنت عايز 3 بونت خدتهم وصعدت، بس بصراحه الماتش كان وحش. فانت هتسالني بقى سؤال تاني كده، هو احمد الحلقه كلها عن منتخب مصر يعني، هنقعد نتكلم عن منتخب مصر؟ لان انا عارف ان في ناس كتيره ممكن تقفل الحلقه لما تعرف الموضوع ده. لا، الحلقه مش عن منتخب مصر، الحلقه فيها جزء عن منتخب مصر، بس فيها جزء مهم جدا ليه علاقات بالصفقات بتاعت النادي الاهلي. وسؤالي ليك، هل انت راضي عن الاداء بتاع منتخب مصر؟ وهل انت راضي عن رحيل حمدي فتحي عن النادي الاهلي؟ تعال نجاوب على الاسئله دي في الحلقه. انا احمد ياسر، وده برنامج جول مشترك بنتكلم عن منتخب مصر والصفقات بتاعت النادي الاهلي اللي هترحل والعروض اللي جايه والكلام ده كله. فطبعا لازم تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده، وتعمل له شير، وتحاول توصله ل 1000 لايك. نفسنا فيديو يوصل ل 1000 لايك، اقصى حاجه وصلنا لها في الفتره الاخيره كانوا 300 بس. فلايك حلو، شير، وتعالوا ندردش. اول موضوع لازم نتناقش فيه هو ازمه الجمهور مع منتخب مصر. الفتره الاخيره انت هتبقى اكيد عارف ان جمهور منتخب مصر ما بقاش تقريبا موجود، والفتره الاخيره بالذات بسبب الاداء وبسبب الاخفاقات الكتيره اللي عدى بيها منتخب مصر، الجمهور بقى عنده مشاكل كتيره. يمكن الواحد كان بيروح شويه في 2017 ويقول الدنيا تمام، بس بيرجع مع كوبر في 2018 في كاس العالم واللي حصل من مجلس اداره اتحاد الكره والبهدله اللي كانت هناك، فالجمهور بعد عن الكوره. رجعنا في 2019 نروح معاهم الاستاد كانوا جايبين لنا جري خفيره جري، ففي الاخر حصل ايه؟ ما كملناش اصلا، ما تو طلعت وايه في الدور ال 16 يا معلم. فطبعا بدري بدري منتخب مشي، رجع تاني مع المنتخب الاولمبي في البطوله بتاعته اللي كان فيها اداء كويس. بعد كده بعدنا شويه تاني ورجعنا في 2019 يمكن شويه مع كيروش، وكان في اختلافات وحوارات وقصص كتيره قوي. احنا كشعب مش قادرين نشيل من دماغنا جيل ابو تريكه و2006 و8 و10، مش قادرين نشيل الكره الحلوه اللي احنا كنا بنلعبها، مش قادرين نشيل من دماغنا فكره ان احنا عندنا منتخب قوي بيلعب بروح وبيقاتل لحد اخر دقيقه، مش قادرين نشيل من دماغنا ان منتخبنا بيلعب كوره واساسه وسببه الرئيسي في ان هو بيلعب كوره حلوه التجانس بين المجموعه اللي موجوده. ودي من وجهه نظري الحاجه اللي قليله في الفتره الاخيره. هتقول لي النهارده التشكيل الكلام، هقول لك احنا عندنا عوامل كتير. انا عارف صلاح اصلا اوريدي مريح، في لعيبه تانية مريحه، عندك لعيبه الاهلي جايه تعبانه، الثلاثه اللي كانوا موجودين في الملعب. حصل تغييرات في التشكيل، حصل تغييرات في التشكيل، بس احنا بنتكلم في 2 لعيبه بس، اللي هو مكان طارق حامد لعب مروان عطيه، ومكان حجازي المصاب لعب مكانه علي جبر. ده التغيير في التشكيل يعني، ما كانش في حاجه اقدر اقول لك اصل الفريق مش متجانس مع بعضه. وغير التجانس اللي مش موجود قوي في الفرقه او التفاهم والترابط اللي احنا كنا بنبص عليه في المنتخبات في السنين اللي فاتت، الا ان عندنا مشكله تانية كانت موجوده في الماتش ده او في بعض الماتشات، وهي الروح بتاعه الفريق. انت النهارده بتتفرج على فريق منتخب مصر، حتى برضه يمكن يكون الكلام ده موجود عند منتخب غينيا، انت بتتفرج على اللعيبه هي عايز تلعب على الواقف، مش عايزين نحرق وحرق كتير. الوحيد اللي كان بيحرق كتير قوي جوه الملعب بصراحه هو كان تريزيجيه، اللي كان عامل مجهود رائع بصراحه، واللي كان طبعا سبب في احد الاهداف، او بمعنى صح جاب جون، والجون الثاني هو اللي عمله لمصطفى محمد. فالجونين حلوين، انا ما اقدرش اتكلم فيهم في حاجه، بس انا شايف عدم تجانس وشايف الفرقه عامله كده. وطول ما المنتخب بيلعب الماتشات الصغيره دي، ما بيدوس يجيب 2 و3 و4 و5 و6. انت النهارده بتتفرج على غينيا، منتخب كويس مش وحش، ومنتخب من الاخر جاب عليك جون ملعوب قوي 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 قوي، خلاك بتلف حوالين نفسك مش شايف انك بتعمل ايه. انا عايزك تقوم يعني، دي غينيا. غينيا انت متخيل احنا في 6 8 10 كانت غينيا دي موجوده فين اصلا؟ احنا كانت العتاوله بينزلوا ياخدوا مننا اربعات وخمسات. فكره ان انت تلعب بروح قويه وانك تحاول تزود عدد النتيجه حتى لو النتيجه مش هتفرق، ده مهم جدا لجذب الجمهور. ودي الاسباب الاساسيه لبعد الجمهور عن منتخب مصر، ان انت ما عندكش روح في بعض الاحيان، ما عندكش تجانس في بعض الاحيان، وفي نفس الوقت برضو ما فيش شراسه او هجوم او كوره هجوميه اكتر. كل ده موجود رغم ان حتى فيتوريا لعب لحد دلوقتي تقريبا 5 او 6 ماتشات كسبهم كلهم. احنا متوقعين منه كتير، ولكن احنا متوقعين من اللعيبه اكتر على مستوى انك تلعب بروح اكتر من كده. حلو. وجزء كبير من حل المشكله دي، شوف، رغم ان هي بعيد عن الكوره، جزء اداري، واحنا عارفين ان ما حدش دلوقتي طايق اتحاد الكوره من الاخر يعني. نروح بقى على صفقات الاهلي، تعال ندردش دقيقتين فيها. بص بقى يا سيدي، احنا اخدنا دوري ابطال افريقيا، فالعيون متفتحه على كل اللعيبه، فكل يوم هتسمع ان في لعيب بيجي له عرض. حلو. بس خليني اقول لك كده بادئ زي بادئ، ودي معلومه ما تخفيش عن ناس كتيره يعني، هو ان حمدي فتحي خلاص القصه انتهت، وان هو رايح الوقر القطري خلاص خلص القصه والموضوع انتهى. المفروض اللي انا فاهمه ان هي هتبقى اعاره لمده موسم ب 2 مليون دولار، ونيه الشراء ب 3 مليون دولار، فيبقى الاهلي خد في اللعيب كله على بعضه كده توتال 5. وفي كلام تاني بيتقال لا ده هم 5 كلهم على بعض، وايه حمدي فتحي رايح بالرقم ده وهو هياخد اللي هياخده. حلو. لوقتنا ده الحاجه الوحيده، دي اقرب صفقه انها تنتهي.
كل الباقي اللي انت بتسمعه لسه كلام ورايح وراجع، وهتسمع عروض بتيجي اللعيبه كتير. هتلاقي عندك من ضمن اللعيبه اللي جايه لهم عروض الشناوي، هتلاقي مروان عطيه هيجي له عرض، ديانج اوريدي اصلا عنده عرض في الوقت الحالي في مونبلييه الفرنسي، والكلام على 3 مليون، الاهلي بيحاول يرفعه ل 4 ونص 5 وهيخلصوا. فده برضو يعتبر عرض الى حد ما برضو قريب، بس لسه في كلام. لكن الباقيين دولت هتسمع ان هم جالهم عروض في الفتره اللي جايه، وهم جالهم اوريدي عروض، ولكن لسه الاهلي ما تناقش في الموضوع ده، لان خلي بالك في فرق ما بين النادي يبعت ايميل او فاكس للنادي بتاعك يقول لك انا عايز اتفاوض معاك عشان اللعيب الفلاني، او ان انت يجي لك وكيل لاعبين يتكلم بتاع اللاعب يقول انا جايب له عرض من بره. غير كمان ان تيجي شركه تسويق اصلا ما لهاش علاقه بوكيل اللعيب ولا باللعيب ولا باي حاجه، تعدي تخبط على باب النادي، سلام عليكم احنا شركه عندنا عرض لحمدي فتحي. ايوه عرض منين يا حبيبي؟ بس تعالى نقعد نتكلم وبعد كده نشوف. الحاجات الاساسيه اللي تخليك مقتنع تماما ان العرض رسمي وكل الكلام ده كله، ان هو يكون في كوميونيكيشن ما بين الناديين او ما بين وكيل والناديين. لكن فكره السماسره اللي شغالين على اللعيبه، وانا هجيب لده عرض وجبت لده عرض وجبت لده عرض، في بعض الاحيان بيبقى الكلام ده موجود لكل الانديه ولكل اللعيبه حوالين العالم، لمجرد بس ان احنا ايه عايزين نحسن العقد شويه. لان اصلا عقود النادي الاهلي مقارنه بالزمالك ومقارنه ببيراميدز هي عقود مختلفه تماما وبارقام اقل بكتير من الاثنين دولت. ما تستغربش ان في ناس بتتكلم على ان الاهلي بيغري بعض اللعيبه بالفلوس. الاهلي بيغري بعض اللعيبه بالفلوس، ولكن في نفس الوقت هو بيغريهم بفكره ان انا هتفق معاك على مبلغ هتاخده. لكن الزمالك وبيراميدز، بيراميدز بيدي طبعا فلوسه للعيبه، بس الزمالك ساعات بيبقى فيه شويه مشاكل والناس بتتعب كتير قوي عبال ما بتاخد الفلوس دي. فالاهلي ضمانته في القصه كلها ان ايه، فلوسك موجوده وجمهورك جنبك مساندك. فدي قوه الاهلي، ان فلوسك اللي اتفقت معاك عليها هتاخدها. فاوريدي كده ولا كده بعض اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي بسبب ان العقود بتاعتهم قليله ممكن تلاقي ان هم جاي لهم عروض. طيب مين من ضمن الناس اللي موجوده في الوقت الحالي اللي يعني الاهلي ممكن يفكر يمشيهم؟ زي ما قلت لك حمدي فتحي وديانج، الاثنين اللي دولت اللي موجودين اللي ممكن يمشوا. في حاله ان جه عرض لمحمد الشناوي هيتم دراسته، في حاله ان جه عرض رسمي قوي لمحمد عبد المنعم بمبلغ كبير هيتم دراسته وممكن الاثنين يخرجوا. في حاله ان جه عرض الكهرباء علشان نقدر نوفر حاجه معينه ونظبط حاجه معينه ممكن نفكر فيه. لكن واحد زي عبد القادر عنده عرض، النادي الاهلي بيحاول ان هو يفكر ان هو يخليه قاعد موجود، لان كولر عايز عبد القادر. وكولر غير ان هو عايز عبد القادر، زي ما انا قلت لك هو عايز طرف شمال زي ما انا قلت لك، لان برونو سافيو هيمشي، وبالتالي انت محتاج طرف شمال يبقى موجود مع عبد القادر، وتبقى المنافسه الناحيه الثانيه ما بين الشحات وما بين بيرسي تاو، اللي الاثنين بالمناسبه تقريبا شبه التجديد بتاعهم خلص. وبالنسبه للاثنين اللي هيمشوا اللي هم ديانج وحمدي فتحي، اللي هو بنسبه 99% خلاص ماشي، ممكن يطلع اعاره وممكن تبقى بيع، ولكن برضو ديانج ممكن يكون في المعادله دي. في الاثنين البدل المقترحين اللي هم يلموا الدنيا، اولا طبعا انت عندك القندوسي هياخد مكان ديانج شويه، وهيبقى عندك اوبشن تاني ان انت تجيب محمد رضا بوبو. اللي من الاخر القصه كده مع محمد رضا بوبو السنه دي هتبقى مختلفه عن السنه اللي فاتت. في ناس كانت بتتكلم ان بوبو عنده انتماءات اصلا زملكاويه، وده كلام موجود جوه الوسط الرياضي بشكل كبير قوي من قبل اصلا ما الاهلي يتكلم مع محمد رضا بوبو، ولكن ما تعرفش كل حاجه ممكن تختلف. بجانب من وجهه نظري ان علي معلول زي ما قلت لك ان هو محتاج يكون في صفقه باك شمال مهمه جدا موجوده معاه علشان يقدر يستلم من علي معلول. علي معلول اسطوره وعلى راسنا وكل حاجه، ولكن محتاج حد يسند معاه، وفي نفس الوقت طبعا انت محتاج مهاجم. ففكره ان في عندك لعيبه اجانب ممكن تخرج، وعندك كمان غير ان انت بنتكلم في ديانج وبنتكلم في برونو سافيو دولت كده ولا كده خارجين، فانت عندك مكانين لاجانب، دي حاجه ميزه قويه جدا. فممكن تستخدم واحد في المهاجم وواحد في الطرف الشمال، بما ان انت عندك واحد في خط النص اللي هو القندوسي، وممكن تبتدي تدور في الماركت يعني في مصر على اللعيبه بتاعت خط الوسط. لو محمد رضا بوبو ما كانش موجود، في ممكن كلام يكون كمان على كريم ندفد. وانا حابب اقول لك على حاجه، اهدى، لان ده موسم حصاد البلايلي تاني وموسم حصاد بو نجاح، فاهدى كده شويه، المواضيع هتاخد شويه وقت، بس هتبتدي ايه تلاقي الحركه بتمشي. الاهلي ناوي يغير شويه من جلد الفرقه، ودي حاجه من وجهه نظري هتبقى كويسه، لان اللي هيغير الجلد ده هيكون كولر، ودي نقطه مهمه، لان كولر عينه كويسه جدا وما بيرضاش باللي بيتقدم له وخلاص. احنا بيقدموا له 4 5 لعيبه بيقول لهم انا عايز ده بس، ما تجيبليش الثاني ولا الثالث ولا الرابع، علشان في لعيبه كان او في فترات النادي الاهلي بيشتغل بفكره ان هو بيجيب لعيبه بدون الرجوع لمدرب، في عدم وجود كمان فكره مدير رياضي للنادي، والاعتماد على لجنه الكوره اللي هي بتبص في اتجاه والمدرب بيبص في اتجاه تاني خالص في بعض الاحيان. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك على القناه وتدينا لايك حلو على الفيديو ده وتعمل له شير. اللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. اشوفك الحلقه الجايه، السلام عليكم.